كان واضح جدا في مشاعره وبعد كده اختفى. لا بيتصل ولا بيسأل ولا حتى بقى يرد على الرسائل. بتسألي نفسك دلوقتي يبقى كان بيمثل. بس خليني أقول لكم بمنتهى الصراحة إن الحقيقة بتقول لا، مش ممكن يكون حبك فعلا بس خاف. واحد كان بيقول كان بيحب إنسانة من قلبه جدا، وأول مرة في حياته يحس الأحاسيس الحلوة دي، حاسس إن لقى واحدة بتفهمه بجد، حاجة شبهه كده، وحاسس معاها براحة ما تتوصفش. عقله ابتدى يفكر فبطل يرد عليها، بطل يحكي، وابتدى إن يختفي من حياتها واحدة واحدة. أكيد هي وقتها زعلت منه جدا واتصدمت، وقالت بينها وبين نفسها إنه اتغير. بس الحقيقة بقى بتقول إنه اتخض، لأن ببساطة جدا إن الشخص ده أول ما حس إنه وقع بجد مشاعره اتلخبطت. لأن زي ما احنا عارفين إن الراجل لما يقع في الحب بيحس إن ابتدى يفقد السيطرة، وده بيخوفه بالمناسبة جدا، وخصوصا لو قلبه اتوجع قبل كده أو مر بعلاقة فاشلة تقريبا. فبدل ما يواجه نفسه بيقرر يهرب، وده مش علشان ما حبكيش، إنما علشان حبك أكتر ما متعود. حب كده مختلف، حب حقيقي. ومن هنا بقى لازم تفهمي نقطة مهمة جدا: لما الراجل يختفي بعد ما يقرب، وده مش معناه إنك عملت حاجة غلط ولا إن مشاعره كانت وهم أو بيضيع وقت، إنما ممكن يكون محتاج شوية مساحة يرتب أفكاره وكل اللي جواه، لأن ده بالنسبة له إحساس جديد، ومحتاج يتأكد بأن هو مش هيتأذي من العلاقة. محتاج فعلا يعرف إنه جاهز لحب حقيقي ولا لأ. لكن اللي بيخليه يرجع مش إنك طبعا تجري وراه ولا تتحايلي عليه ولا تبعتي له كل شوية رسائل أو اتصالات، إنما اللي بيخليه يرجع فعلا هو إنك تفضلي ثابتة على كده، لأنك ببساطة عارفة نفسك وعارفة إنك ما عملتيش أي شيء يزعله أو أي انطباع خده عنك مش كويس. ساعتها لما يهدى ويفكر هيلاقيكي أنت الوحيد اللي ما حكمتيش عليه، الوحيدة اللي فهمتيه. يبقى خلاص عرفنا إن الراجل لما يحب بجد ممكن يختفي شوية، بس عمره ما بينسى اللي خلى قلبه يدق لأول مرة. بس السؤال الحقيقي هل هتقدري بقى إنك تديله مساحة اللي تخليه فعلا يرجع لك وهو واثق ومتأكد إنك الأمان؟ مش عارف، اكتبوا لي في التعليقات.